تخيل معايا تتحول من حته عجوز مالكش اي 30 لازمه لبطل قوي الناس كلها بتحاول بس تقرب منه. تخيلت معايا؟ طب ما يلا بينا نبدا الحكايه، بس طبعا صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ويلا نخش في الموضوع على طول. ده هو ريوما، موظف كحيان شغال في شركه طالع فيها عين اهله، ومدير الشركه كل يوم يحط عليه سايب كل الموظفين ونازل تهزيق وتلطيش فيه، وريوما فضل ساكت وما كانش بيدافع عن نفسه وفضل عايش مستحمل الذل ده لحد لما مات. ولكن بعد كده الواد بيكتشف ان هو اتنقل لعالم ثاني، وهناك لقى 3 صحراء قدامه شكلهم مش من عالم الارض، وعارف منهم ان هو خلاص مات ليه بقى يا صديقي؟ علشان هو نايم عطس 4 عطسات جامدين شويه فوعيت مخه اتفجرت واتكل على الله. وطبعا لما ريوما عرف انه مات بسبب عطسه اتجنن، قال لنفسه يعني انا بقى كان كل يوم بيهزاني ويضربني وانا صغير وكنت بستحمل، مدير في الشغل ما كانش راحمني، ده حتى في مره ضربني على راسي بازازه وبرضه استحملت، وبعد ده كله اموت بسبب عطسه؟ ده الموت الهزء دي ما علينا. بس بعدها بقى بيهدي نفسه لانه بيفتكر المثل اللي بيقول تعددت الاسباب ولكن الموت واحد، وبعدها بقى بيعرف من الصحراء ال3 دول انهم هينقلوا له عالم سحري، بس مش هيروح هناك بقى ريوما الموظف اللي عنده 35 سنه، لكنه هيتنقل هناك في هيئه ولد صغير عنده 8 سنين وبس، وكمان هيبقى عنده قوه سحريه كتيره جدا يقدر يستغلها زي ما هو عايز. وبيعرف منهم ان في ثقب ما بين عالم الارض والعالم اللي هيروحوا، والعالم الجديد ده بقى اسمه سيلفول. واحد من الصحراء دول بيقول له الارض اللي انت كنت فيها سحر كبير جدا ولكن البشر ما بيقدروش انهم يكتشفوه، وجزء كبير من سحر الارض ده هيتنقل معاك لعالم سيلفول وهيبقى عندك قوه جامده جدا. بيخلوه يمضي على عقد ان هو موافق يتجسد مره ثانيه في هيئه طفل، وفعلا بيتم الانتقال، وبعدها جسم ريوما بيتسحب للعالم الثاني، وساعتها السحرة بيعرفوا بقى ان هو خلاص وصل يقدر يعمل اي حاجه هو عاوزها من هنا، وانهم دايما هيكونوا مراقبينه، ولو حب يتواصل معاهم يروح للكنيسه ومن غير ما يتكلم ولا كلمه هيعرفوا هو عاوز ايه. وبعد كده بيتنقل ريوما لعالم سيلفول، وهناك بيلاقي نفسه اتحول لطفل صغير عنده 8 سنين زي ما قالوا له. بيلاقي بقى معاه كتاب كده مكتوب فيه كل حاجه عن قوته لانه لسه مش متعود على اي حاجه يعني، ولا على جسمه الجديد ولا القوه ولا اي بتنجان. فبيقرر بعدها بقى ان هو يجرب قوه جسمه، وبيروح عند اتخن شجره في المنطقه بيضربها برجله كده وهوبا الشجره بتتفلق لنصين، والموضوع بعدها بيعجبه. بعدها الواد بيشوف كان صلايم كده جنبه وعينه بتطلع نجوم لانه بيحب الوحوش ديت جدا، بيحاول يخلي الصلايم يظهر قدراته ولكن الصلايم ما بيستجيبش ليه، فبيفتح بعدها كتاب التعويذه السحريه بتاعته علشان يعرف التعويذه اللي هتخليه يقدر يسيطر على الوحش ده. بس الكتاب بيكون فيه تعويذ كتيره جدا هو ما بيبقاش عارف منين يودي على فين، فبيركن الكتب كلها على جنب وبيعمل شويه تامل في السريع كده، وساعتها السحر بيحضر وبيقدر يسيطر على الصلايم وبيشيله وبيمشي بيه. بيقرر بعدها ان هو يعيش في غابه جانا، وطبعا بيكون مبسوط جدا لانه يعيش براحته هنا ومش هيبقى فيه مدير رخم يغتت عليه والدنيا بتاعته هتكون رايقه. بيقرر كمان ان هو يدور على اكبر عدد من الصلايم علشان يعيشوا معاه وينفذوا له طبعا كل اوامره. وهو بالفعل بعد مرور 3 سنين بنشوف ريوما وهو بيصحى في بيته اللي بيبقى جوه كهف في غابه جانا، وبيكون عايش مع 1000 صلايم. كل مجموعه بقى من الصلايم بيكون لهم شكل وظيفه محدده، يعني مثلا في صلايم بياكل اليرقات وبينتجوا خيط قوي جدا الواد يستفيد منه ويستخدمه في الصيد، وفي صلايم تاني حمضي وده بقى بيدوب اي حاجه عظم حديد اللي بيجي في طريقه. اما الصلايم السم ده ما بياكلش غير عصاب سامه وبينتج سم قوي جدا، ده غير بقى الصلايم اللي بيعقم اي حاجه تيجي في وشه لانه بيحب ياكل الجراثيم. والنوع الاخير بيحب ياكل الزباله وبيحولها لسماد زراعي. وفي يوم ريوما بقى طلع للغابه علشان يصطاد، وكان عارف ان هو ممكن يقابل وحوش او غيلان ولكنه كان متعود ان هو يقابلهم ويحاربهم ويخلص عليهم بكل سهوله. ولكن المره دي بدل ما يلاقي حيوان يصطاده او وحش يحاربه لقى مجموعه من الفرسان معاهم واحد زميلهم مصاب كده اسمه هيوز، وكان شكل الجرح بتاعه قوي جدا. المعالج كميل بقى اللي معاه ما كانش عارف يعالجه بالسحر، يعني من الاخر كده الراجل خلاص هيموت قدامهم. فريوما بقى لما شاف الموضوع ده قرب منهم علشان يعالجه، بس الفرسان كانوا خايفين منه ورفعوا عليه سيوف علشان يوقفوه، بس بطل ما تهزش منه شعرايه وعرض عليهم دواء مصنعه بنفسه وقال لهم ادوا من الدواء ده واضمن لكم ان هو يبقى كويس. وكان صوته كده مش طالع لانه بقى له 3 سنين ما اتكلمش مع بشر، بس الواد قدر ان هو يسيطر على الوضع بسرعه وقال لهم جربوا الدواء ده ومش هتندموا. فالمعالج خدوا منه فعلا وجربوا، وساعتها عرف ان الدواء ده جامد جدا وهيعالج هيوز. بياخدوا فعلا وبيشربوا له، وبعدها هيوز بيروح في النوم، وهنا الفرسان بقى بيرجعوا سيوفهم لمكانها وبيشكروا ريوما ان هو ساعدهم، فعرض عليهم انهم يروحوا معاه لبيته علشان يرتاحوا فيه شويه، وطبعا الفرسان بتوافق. بعدها سندوا صاحبهم اللي نايم وفضلوا ماشيين ورا ريوما علشان يوصلوا على مكان بيته، بس كانوا مستغربين جدا ازاي ولد صغير في سنه عايش لوحده في الغابه، بس عرفوا من لبسه يعني ان هو صياد، ولكن لسه مش فاهمين برضه الوضع. بس في الوقت ده بقى ريوما بيقف مكانه لانه حس ان في وحش بيقرب منهم، وساعتها الفرسان استعدوا علشان يحاربوا الوحش، ولكن اللي قرب عليهم كان صلايم، والفرسان بقى ما كانوش عارفين ان الصلايم ده يبقى الحيوان الاليف بتاع ريوما. ولما بيشوفهم بيقول لهم نزلوا سلاحكم الصلايم ده صاحبي. طبعا بيسمعوا كلامه وبيرجعوا سيوفهم لمكانها واعتذروا له لانهم ما كانوش يعرفوا. بيكملوا بقى في طريقهم في الغابه، ووقتها رايم بيقول لريوما انه زمان كان عايش في بيته صلايم كتيره وهو واهله كانوا بيروضوهم، لان عيلته من اجيال كانوا بيروضوا الصلايم ده، غير ترويض الخيول الحمراء وقروض العاصفه الثلجيه يعني والحاجات دي، ولان الحيوانات ديت غاليه جدا ومش اي حد بيقدر يوصل لها. ريوما بقى عارف ان رايم من عيله غنيه جدا، وبعد كده بيوصل عند الجبل. ريوما بيقول لهم بيتي هنا، ووقتها بقى بيكونوا مستغربين وبيقولوا لنفسهم الواد ده هبل ولا ايه؟ فين البيت اللي هو بيقول عليه؟ وبعدها ريوما بيستخدم تعويذه علشان تلغي الحمايه السحريه، والبيت بيظهر جوه الجبل، ووقتها الفرسان بيعرفوا كل حاجه. ولما بيدخلوا البيت هيوز بينام على سرير ريوما، وبعدها بيتاكدوا ان ريوما عايش لوحده، وده علشان هم شافوا عفش بيته اللي بيتكون من ترابيزه وكرسي وحاجات كلها بيستخدمها شخص واحد وبس. ولما بيفتكروا بقى كل اللي ريوما عملوا معاهم من ساعه ما شافوه في الغابه بيفتكروا ان هو ممكن يكون عجوز ولا حاجه، وعن طريق السحر يعني بيوهم اللي قصاده ان هو طفل صغير. وهنا بقى ريوما بيجيب لهم صندوق مليان ازايز فيها العلاج السحري اللي عالج بيه صاحبهم، وبيقول لهم ان هو اللي بيصنع العلاج ده بنفسه. ولما بيقدم لهم ميه بتلج بيستغربوا لان التلج في العالم ده ما بيتعملش الا بالسحر، فبيسالوه عملت التعويذه ديت ازاي؟ فبيغير الموضوع بيقول لهم نسيت اعرفكم بنفسي، انا ريوما صياد عندي 11 سنه اتشرفت بمعرفتكم. واحد من الفرسان بيقول له انا كمان الدكتور راين جميل حاكم دقيق جميل. فريوما بعدها بيعطي له كده كل احترام وبيقول له ده شرف ليا ان نبيل زيك يزورني في بيتي. فراين بيقول له يا راجل ده انا مديون ليك بانقاذ واحد من رجالتي. وبعدها كمان اللي بيعرفه بنفسه وبيقول له ان هو معالج، والفارس الثاني بيقول له انا مستكشف واسمي زيف. الاخير بقى بيقول له انا فارس واسمي جيل، ومعلش يعني لو كنت هديتك بسيفي. فريوما بيقول له يا راجل ولا يهمك دي بتحصل في احسن العائلات. وبعد كده راين بقى بيحكي له اللي حصل وبيقول له احنا في الغابه قطاع الطرق هاجمونا، بس احنا حاطين عليهم وخلصنا عليهم كلهم، وبعد كده واجهنا دب اسود ضخم جدا فخلصنا عليه برضه، بس قبل ما يموت علم على هيوز زي ما انت شايف كده، وخيولنا اول ما شافته هربت. وبعدها بقى راين بيقول له ريوما هو ايه اللي يخلي ولد صغير زي كده صياد وبيعرف يستخدم التعويذه السحريه يعيش في الغابه ديت بدل ما يعيش في القريه؟ وليه يعني
يعني عايش لوحدك هنا وفين اهلك وكل قرايبك والحوار ده؟ فريوما بيقول له ان الناس في القريه بيعتبروني طفل غريب، علشان كده ما برتاحش في العيشه هناك. وعلى فكره انا كنت عايش مع جدي وجدتي بس هم ماتوا من 3 سنين، ومن يومها بقى وانا عايش لوحدي هنا. كامل بقى بيطلع بلوره مسحوره كده وبيقول له ريوما ان البلوره ديت لما حد بيلمسها بتحدد اذا كان مجرم ولا لا، فلو مجرم بتنور بالاحمر ولو شخص مسالم بتنور بالازرق. ده غير انها بتقدر تعرف اسمه وعمره واهل اللي بيلمسها، وكمان بتعرف قدراته القتاليه. بيطلب بعدها من ريوما يحط ايده على البلوره، وطبعا الواد بيحس ان هو حاطط موقف مش هيخرج منه، وما بيبقاش قصاده حل غير انه يحط ايده على البلوره علشان ما يشكوش فيه. فبيروح حاطط ايده عليها وساعتها البلوره بتنور بالازرق، بس يبان على كامل كده ان هو مستغرب بسبب حاجه شافها في البلوره. ولما ريوما بيساله شفت ايه، فبيقول له لا ابدا انت بس ما بتملكش اي مهارات قتاليه. ووقتها ريوما بيقول له انا ما حصلش حاجه، هو انا بقى هحضر لكم العشاء، وبيسيبهم وبيقوم. ووقتها راين بيسال المعالج انت شفت ايه خلاك تتخض كده، فبيوري له البلوره اللي بيكون مكتوب جواها ان ريوما عنده 11 سنه وانه عنده قدره مقاومه الالام العقليه والجسديه. وساعتها راين ده بيقول لرجالته انه ما ينفعش يسيبوه لوحده في الغابه، وانه يرجع للقصر بتاعه ويحكي لابوه اليز عن ريوما. وبعد شويه بقى بيكون هيوز رجع زي الحصان وبيشكر ريوما على اللي عمله معاه. ولما بيبان على هيوز ان هو لسه تعبان، ريوما بيديله دواء كده ريحته تقرف والوقت ما بيرضاش يشربه، وساعتها كامل بيشربه له بالعافيه. وبعد ما اثر الدواء ده بيختفي بيرجع زي الاول واحسن. بيقول بعدها لريوما انت انقذت حياه الحارس الشخصي للضوء، وانا مش هنسى لك الجميل ده، ولو رحت في اي وقت البلد جوانا جوه لازم تزورني هناك. وبعدها كلهم بيودعوه وبيمشوا. وبعد اسبوع من اللي حصل ده ريوما بيتفاجئ ان هيوز والدق والمستكشف والمعالج بيقربوا كده من بيته، وكان معاهم بنت زي القمر كده في سن ريوما. المهم بيبتدوا كلهم يعرفوا بنفسهم، واولهم الراجل الكبير ده جميل واللي هو بيكون ابو راين يعني والدق السابق للمملكه. كمان اليز مرات راين بتعرف بنفسها وبتشكر على اللي عمله مع جوزها وفرسانه، فبيقول لها انا ما عملتش غير الواجب وبس. وساعتها راين بيعرفوا بنته ولايا، وهنا بقى وش ريوما بيجيب الوان علشان اول مره يشوف حد في سنه. بيخلص من موقف المحرج ده وبيقول لهم كان نفسي اضيفكم بس بيتي مش قد المهام قوي. فجميل بيقول له يا راجل ما تقولش كده، مش كفايه ان احنا جايين لك من غير ما ناخد ميعاد. وبعدها بقى بيشوف الصلايم اللي حوالين ريوما وبيقول له ايه ده يا جدع، ده انا اول مره اشوف العدد ده من الصلايم، ازاي قدرت تروض العدد ده كله؟ راين بقى بيتصدم وبيقول له ريوما هم عددهم زاد عن اخر مره ولا ايه؟ فريوما بيقول له ايوه زادوا علشان كل واحد فيهم اتقسم لاثنين. فالايا بقى بتساله وبتقول له وهم بقى عارفين طريق بيتك؟ فبيقول لها ايوه انا ضربتهم انهم يعرفوا طريق البيت. وبعدها بقى بيدي امر بالتضخم للصلايم، فكلهم بيتجمعوا وبيتحولوا لصلايم واحد وعملاق. وساعتها الايا بقى بتنبهر وبتقول له عملتها ازاي دي؟ فبيقول لها انا بقدر اخلي اكتر من 100 صلايم من نفس النوع يتجمعوا ويبقوا صلايم واحد زي ما انت شايفه كده، وده بيخليهم يقدروا يدخلوا البيت بسرعه. ولما بيدخلوا بقى البيت برجعهم تاني لحجمهم الطبيعي علشان طبعا البيت يكفيهم يعني. وهنا بقى كلهم بينبهروا بمهاره ريوما في ترويض الصلايم، واليز ما بتبقاش مصدقه اللي شافته. بتقرب من ريوما كده وبتقول له مالك بتتكلم زي ما يكون اللي بتعمله ده حاجه عاديه، ده انت صياد ومروض عبقري ومفيش مروض زيك، وعلشان كده انت لازم تسجل اسمك في نقابه المروضين وتقدم لهم الاكتشاف العبقري اللي انت وصلت ليه ده. فبيقول لها بشوف الموضوع ده بعدين. وبعدها بيدي امر للصلايم انهم يصغروا وبيصغروا. بيدخلوا بعدها كلهم للبيت، وساعتها راين بيقدم لريوما هديه عباره عن ساعه ذهب، وبيقول له انا خدت بالي ان بيتك مفيش فيه ساعه فقلت اجيب لك هديه تنفعك. ريوما طبعا بيقبل الهديه وبيشكره. وهنا بقى ايلايا بتقول له على فكره احنا ما جيناش نزورك بس علشان اقدم لك الساعه، انا من اكبر عيله مروضين في المملكه وعلشان كده انا عاوز اصطاد اول سلايم لوحدي من غير اي مساعده، وبما انك خبير في الاصطياد عاوزك ترشح لي اكتر مكان السلايم بيتجمعوا فيه علشان اصطاد اول سلايم ليا. فبيوري لها بحيره صغيره على خريطه هو بنفسه رسمها للغابه. بيقول لها السلايم دايما بيتجمعوا عند البحيره دي علشان يشربوا، فلو رحت هناك اكيد هتقدري تصطادي اول سلايم ليكي. فبتقول له كده انا عرفت المكان اللي اصطاد منه السلايم، بس انا لسه مش قادر اختار نوع السلايم اللي اصطاده علشان يكون يعني حيواني الاليف، ما ترشح لي كده على حاجه، ولا انا اول مره اشوف السلايم الابيض اللي عندك ده، ما تفهمني ايه الحوار. فبيقول لها ان السلايم البني اللي عندك دول بياكلوا الزباله والفضلات وبيشيلوا اي حاجه ريحتها وحشه، ومن الزباله ديت بيطلع سمات بستخدمه في الزراعه. ساعتها ايلايا بقى بتكتب كل اللي ريوما بيقوله علشان ما تنساهوش، وبتعرفوا ان ديت اول مره تعرف ان السلايم ده موجود اصلا. وهنا ريوما بيمسك سلايم ابيض وبيقول لها اما السلايم الابيض ده بقى فاسمه سلايم تنظيف، وده بينظف اي حاجه وكمان بيعقمها. بيطلع لها بعدها منديل كده وبيقول لها ده منديل عفريت هاجمني في الغابه وهزمته، وبيروح رامي المنديل جوه السلايم، وفي ثانيه الا ثانيه السلايم بينظف المنديل وبيطلعه زي الفل ولا احسن غساله يا صديقي. وعلشان ريوما يثبت لهم ان سلايم التنظيف ده ما بياكلش اللحوم الا لو هو طلب منه، بيروح داب بايده كده جوه السلايم وطبعا ما بيحصلهاش اي حاجه. هنا بقى ميليا بتقول له انا خلاص قررت اول سلايم اصطاده هيكون ايه، سلايم التنظيف الابيض الكيوت ده، وعاوزاك تعلمني يعني اصطاده. وساعتها وش ريوما بيجيب الوان وبيقول لها انا ما اقدرش اعلم بنت ازاي تصطاد سلايم، وبيكون يعني محروق ومش عاوز يعلمها. بس كل الرجاله الموجودين في بيته بيتلموا حواليه، ولما بيعرفهم ازاي يقدروا يصطادوا سلايم النظافه كلهم وشهم بيجيب الوان الا هيوز اللي بيقول لهم سيبونا انا اطلع دي يا رجاله. وبيروح بعدها لايلايا وباقي الستات وبيقول لهم الموضوع بسيط قوي، سلايم التنظيف بيحب الميه ناتجه عن الاستحمام، فانت يا ايلايا كل اللي عليك انك هتستحمي وهتاخدي الميه ديت وترميها على الارض عند البحيره، وقتها سلايم التنظيف هيجي لك لحد عندك وهتقدري تروضيه. وهنا بقى هيوز بياخد كمان لوز على وشه، وبعدها ميليا بتعمل اللي قال لها عليه وبتروح علشان تصطاد اول سلايم ليها. واخر النهار بترجع لهم وهي معاها السلايم وبتكون فرحانه جدا بالانجاز اللي عملته، وكلهم طبعا بيهنوها. وقتها ريوما بقى بيفتكر اليوم اللي اصطاد فيه اول سلايم ليه وقد ايه كان مبسوط قوي بالسلايم ده لدرجه ان هو سماه تابوت على اسم انتيمو يعني. وهنا بقى اليز بتسال ريوما وبتقول له هو انت ناوي تعمل ايه بعد كده؟ فبيقول لها لسه ما قررتش، ممكن افضل عايش في الغابه وممكن اروح لمدينه ثانيه على حسب مزاجي يعني. فراين بيقول له طب ايه رايك تيجي معانا في رحلتنا للمدينه، ولو عاوز ترجع هنا في اي وقت ارجع براحتك. ولما بيبان عليه بقى ان هو متردد ايلايا بتقول له على فكره دي اول رحله ليا وكنت خايفه جدا ولسه خايفه، بس بسبب اني وافقت اجي معاهم الرحله ديت عديت بمغامرات كتيره جدا واتعلمت ولسه هتعلم منها حاجات كتيره قوي، واكيد هنقابل حاجات كتيره هنتعلم منها طول الرحله. فبيقتنع بكلامها وبيقول لها اذا كان كده ماشي خلاص هاجي معاكم. وراين بقى بيقول له كل حاجتك اديها لسباس مدير اعمالي علشان يشيلهم لك في صندوق السحري. فبيقول له عيب عليك يا دكه، هو انت مش بتكلم ساحر ولا ايه؟ انا هحط حاجاتي بنفسي في صندوق السحري. فراين بيقول له ازاي يا جدع، ده مفيش ساحر بيقدر يستخدم صندوق سحري الا لما بيكون سنه كبير جدا ويتعلم كل انواع السحر ويوصل لمستوى في السحر عالي جدا. وساعتها عيون اليز بقى بتطلع نجوم وبتقول لريوما لو عاوز تتعلم اي تعويذه جديده قول لي وانا هنقل لك كل خبرتي في السحر. وقبل ما يرد عليها ايلايا بتقول له وافق علشان نتعلم مع بعض. فبيقول لها طالما هنتعلم سوا فانا طبعا موافق. وبيسيبهم بعدها وبيروح مجمع كل حاجته في صندوق السحري لحد لما بيته بيفضى من كل حاجه. وساعتها بيخرجوا من البيت وريوما بيخفي البيت بتعويذه جدار الحمايه. وهنا بقى سيباس بيستدعي قوات سحريه عربيتين كبار بيجرهم الخيل، بيتقسموا الفريقين ريوما وايليا وامها وابوها مع سيباس في عربيه، ورين واللي معاه
وبيركبوا في عربيه ثانيه بيبداوا بعدها رحلتهم. وساعتها ايلايا بقى بتقول لريوما قول لي بقى يا برنس وانت صاحب بتعرف تسيطر بالسحر على عناصر النار والميه والارض والهواء؟ فبيقول لها ايوه طبعا امال ده انا جدتي علمتني كل انواع السحر. فراين بيقول له معنى كلامك انك شاطر في سحر العازل وسحر الترويض وسحر العناصر الاربعه. في يا عم انت ما خليتش اي حاجه لحد ده اللي زيك قليلين جدا وليهم مكانه كبيره ما بين الصحراء. فبيقول له امال لو عرفت اني كمان بعرف استخدم سحر العلاج وسحر الكيمياء هتعمل ايه؟ فجميل بيقول له سحر الكيمياء ده سحر نادر جدا ومش اي ساحر بيقدر يستخدمه، معظم السحرة اللي بيستخدموه بيكونوا سحرة اشرار، فاوعى يغرك السحر ده وتعمل بيه اي حاجه كده ولا كده. فريوما بعدها بيقول له لا يا جدو انا غيرهم، وبعدين انا اصلا اول مره اعرف ان سحر الكيمياء ده سحر نادر، وعموما يعني انا ما استخدمتش سحر الكيمياء ده غير في الحاجات المفيده. وهنا بقى ريوما بيقول لنفسه ده ايه الناس الغريبه دي، كل لما اقول لهم انا بعرف اعمل اي حاجه بيستغربوا، ربنا يستر بقى من اللي جاي. المهم ان الدنيا بتفضل تمام لحد لما فجاه الدنيا بتمطر والسباس بيطلع من صندوق السحري بطانيه بيديها لإليز، وفجاه بقى العربيه بتقف وساعتها ريوما بيطلع من صندوق السحري بلطو يعني ماده كده بينتجها الصلايم السام بتمنع المطر ان هو يخترق البلطو. بينزل بعدها علشان يشوف العربيه وقفت ليه. وهنا بقى جميل بيقول لمرات ابنه لو ريوما بقى البلطو ده للتاجر سيرجي صاحب شركه مورجان التجاريه هيكسب فلوس كتيره جدا. المهم ان ريوما بيلاقي فرسان محتاسين جدا لان الجبل انهار وسد الطريق، فبيقول لهم سيبونا انا بقى الطلعه دي. والاول بيعمل فوقهم تعويذه حمايه تحميهم من المطر، وبعدها بيستخدم تعويذه سحريه بترفع الصخر اللي سدد الطريق من على الارض. الموضوع ده بيطول وبياخد منه الليل بطوله، بس لما بيخلص كلهم بيشكروه وبعدها بيكملوا طريقهم. وبعد 3 ايام بيوصلوا للمدينه. المدينه ديت بيكون اسمها جميول، وهناك بينزلوا في فندق، ولما ريوما بيدخل لاوضته بيفتح الشباك ووقتها بيشوف الشارع الرئيسي للمدينه. وبنعرف ان المدينه ديت مشهوره بالمناجم اللي العمال بيستخرجوا منها المعادن، ولكن في الفتره الاخيره المناجم بقى انتاجها ضعيف جدا، وعلشان كده ضج المدينه دي علشان يقرر المناجم اللي هتفضل مكمله في شغلها والمناجم اللي هتتقفل. وطبعا علشان ريوما ما عندوش بطاقه الدق وعيلته بياخدوه للكنيسه علشان يطلع حاجه اسمها عنصر الحاله اللي هو شبه البطاقه عندنا كده يا صديقي. ولما بيوصل للكنيسه الموظفه بتقول له خد عنصر الحاله ده وحطه قصاد البلوره وبعدها المس البلوره، فبيعمل اللي قالت له عليه. وهنا بقى صاحب ريوما بيتنقل المكان اللي قابل فيه الثلاث سحره اللي نقلوه لعالم سيلفول، واول لما بيشوفهم بيتخضوا بيقول لهم هو في ايه؟ هو انا مت تاني ولا ايه؟ فبيقولوا له لا يا عم مت ايه؟ انت بس وحشتنا فقلنا نشوفك يعني. وبيقولوا له بعدها احنا عاجبنا قوي ادائك في العالم ده، وخصوصا بقى البيت اللي كنت عايش فيه في الغابه، واحلى حاجه فين الحمام كان على طول نظيف. فبيقول لهم انا ماليش ايد في الموضوع ده، البركه في سلايم النظافه. فبيقولوا له ان اصلا ما كانش في سلايم نظافه ولا سلايم بياكل زباله، وان النوعين دول هو اللي طورهم من انواع السلايم الثانيه. الصدمه بقى مش هنا يا صديقي، الصدمه بقى لما ريوما بيعرف ان كان في كتير غيره اتنقلوا من عالم البشر لعالم سافولي، وكلهم كانوا في نفس عيله الضوء. يعني مثلا كان في واحده شاطره جدا في السحر لدرجه انها فتحت مدرسه سحريه كانت بتعلم فيها السحر وترويض الوحوش، والست دي قابلت واحد من اجداد الضوء وحبها واتجوزها. وايلايا بقى ورثت مهارات السحر عن جدتها الارضيه. وطبعا ريوما بيفرح جدا لما بيعرف ان ايلايا وصلها من عالم الارض. ولما واحد من السحره بيشوف الفرحه في عينه بيقول لما نكد عليه شويه بيروح رميها له في وشه، بيقول له بقى ان كان في واحد تاني نقلنا من الارض لعالمنا، بس ده كان بيستخدم القوه السحريه اللي اديناها له في الشر، بس قدر يسيطر على نفسه في الاخر ورجع تاني لسحر الخير. وبعدها السحر بيقول له ريوما خلي بالك قواك السحريه هتجذب ليك قاده عالم السحر الخير والشر. فبيقول له ما تخافش عليا يا عم انا اعرف اوقفهم عند حدهم. وبعدها ريوما بيرجع تاني لعالم سافولي وبيستلم بطاقته من الموظفه. بعدها بيطلع للضوء وعيلته فبيهنوا ان هو استلم له عنصر الحاله. وساعتها بقى جميل بيقول له بما انك بقيت راجل مال وهدومك فانا عاوز ادي لك كام نصيحه كده ينفعوك في المدينه. فبيقول له قول يا جدو من خبرتك نستفيد. فبيقول له لازم تخلي بالك كويس لان قدراتك اعلى بكتير من الاطفال اللي في سنك، وده هيخلي مجرمين كتير يفكروا انهم يهاجموك علشان تعلمهم السحر او علشان يستفيدوا من السحر بتاعك في عملهم. وعلشان كده مش لازم تستخدم قدراتك قصاد الناس العاديه وما تلفتش الانظار ليه. انا عارف ان الكلام ده صعب بس لازم تحاول، والاحسن انك تسجل نفسك في نقابه من نقابات السحر. وهنا بقى ريوما بياخد باله ان البنوته عاوزه تقول له حاجه، فبيقول لها مالك انت شكلك كده عاوزه تقولي حاجه ومكسوفه. فبتقول له لا خالص انا بس عاوز اسالك انت قدراتك السحريه قد ايه؟ فبيقول لها 198,000. فبتتصدم كده وبتقول له ازاي بتقدر تتحكم في سحرك؟ ده عندنا سحره كتير جدا اقل من قدراتك وما بيقدروش يتحكموا في سحرهم. فبيقول لها انت قدراتك السحريه قد ايه؟ بتقول له 2000 ولكن ما بقدرش اتحكم في قدراتي السحريه. بيقول لها بسيطه قوي العبي بالسحر ومره بعد مره هتقدري تتحكمي فيه. الفكره بقى بتعجبها وبتقول له جبتها منين؟ فبيقول لها ده فرق القدرات يا بنتي. المهم انهم بعد كده بيروحوا على نقابه السحر وما بيرضوش يقبلوا ريوما لانه علشان ينضم للنقابه دي لازم يستدعي وحش ويقدر يسيطر عليه، وريوما طبعا وحوشه على طول معاه. فالدوكو اللي معاه بياخدوه بيروحوا لنقابه المغامرين، وهناك رئيس النقابه بنفسه بيختبره، والاختبار الاول بيكون ان هو يصيب بالسهم اهداف ثابته. وطبعا ريوما بينجح وبيصيب كل الاهداف في ثانيه. المدير بيقول له طب حلو قوي لازم اصعبها عليك بقى باهداف متحركه. بس على مين؟ ده ابننا جامد التنين بيصيب كل الاهداف بمنتهى الدقه، والمدير بيختبره بعدها الاختبار الاخير وبيرمي عليه خنجر كده. وريوما مش بس بيمسك الخنجر بايديه، ده كمان بيرميه على المدير وبيستخدم تعويذه سحريه بياخد منها سلاح وبيهاجم بيه المدير اللي بيقول له بس انا كنت بهزر معاك يا عم، خلاص يا ابني انت ناجح بالثلاثه كمان. وبعدها بياخد مكتبه وبيديله كارنيه نقابه المغامرين وبيكون متصنف من الفاجي ودي اقل فئه في المغامرين، وبيقول له انا هخليك تبدا من اول السلم علشان باقي المغامرين ما يحقدوش عليك. فبيقول له تمام ولا يهمك يا رياسه. وبيستلم ريوما اول شغلانه ليه اللي بتكون تنظيف البيوت والحمامات، وثاني يوم بيروح بقى علشان ينظف اول بيت، ولما بيخبط على البيت بتطلع له قطه كده مطقطه اسمها مايا واللي بيسموها في العالم ده قطه بيستكين، ودي اول مره ريوما يشوف فيها قطه. وفجاه بقى ريحه بيت القطه بتهب على ريوما فما بيبقاش قادر ياخد نفسه من كتر الريحه دي، بعكس سلايم الزباله اللي معاه اللي بيفضلوا يفطوا وينطوا جوه الصندوق ده علشان يدخلوا ياكلوا الزباله اللي ريحتها معبيه المكان. وهنا بقى ريوما بيكتشف ان بيت القطه موجود جنب مكان النفايات وان الحيطه ما بينهم مشتركه، والحيطه ديت جزء منها اتهدم، فالزباله سرحت ودخلت على بيت مايا وما فيش اي حد كان بيقبل ان هو ينظف بيتها بسبب ان الزباله اللي دخلت بيتها كتير جدا، وهي نفسها بتكون فقدت الامل ان حد يعبرها. علشان كده لما ريوما بيقول لها ان هو ينظف البيت ما بتبقاش مصدقه وبتعيط من الفرحه. وساعتها بقى ريوما بيفتح صندوق سلايم وبيقول لهم يلا على الشغل، وبيبدا الاول بمكب النفايات وبياكلوا كل الزباله اللي فيه. بعدها ريوما بيستخدم تعويذه التحكم في الميه وبيطهر بيها المكان بالكامل، وهوبا بيروحوا ناقلين على بيت مايا. سلايم الزباله بقى بيكرر تاني اللي عمله في مكب النفايات، وساعتها الحيطه اللي جزء منها واقع بتظهر وريوما بيخلي سلايم اللزج يساعده. بعدها بيستخدم تعويذه الاحجار وبيخليه يلزق الحجاره جنب بعضها، وبعد ما بيصلحوا الحيطه بيعقموا المكان، واخيرا بيسلم البنت البيت فبتعيط تاني لانها ما بتبقاش مصدقه ان بيتها رجع نظيف وبتشكر ريوما جدا. فبيقول لها العفو يا قطتي ده شغل يعني. بعدها بقى بيخليها تمديله انه خلص شغل معاها وبتمديله طبعا بكل فرحه، وبتوصي نقابه المغامرين انهم يدوا له مكافاه كبيره. وفعلا لما بيرجع النقابه الموظفه ما بتبقاش
مش مصدقه انه خلص تنظيف بيت مايا في الوقت ده، بتديله بقى كيس مليان فلوس، ولما بيقول لها كل المبلغ ده كبير قوي، فبتقول له ان مايا اللي طلبت منهم انهم يضاعفوا اجره. وبعد كده المدير بيقول له انا عاوزك في حاجه مهمه، فبيروح معاه. وقبل ما يقول له على المهمه الجديده، ريوما بيقول له انا عارف المطلوب مني ان انظف الحمامات العامه. فالمدير بيقول له ايوه، وخلي بالك يا عم علشان دي شغلانه الحكومه بنفسها هي اللي طلبها مننا. وبيحكي له ان الحمامات ديت المفروض ان الحكومه بتدفع للقرويين الفور مرتبات علشان يعني ينظفوها، ولكن وزير الحكومه اصدر اوامر ان ميزانيه تنظيف الحمامات العموميه تقف، لان البلد بتمر بازمه بسبب ان المناجم ما بقتش شغاله زي الاول. فريوما بيقول له انا عارف الكلام ده، بس اللي حصل للقرويين ده ظلم، وما اعتقدش يعني ان الدوق هيوافق على الكلام ده، وانا هبلغه بنفسي. ولما بيرجع للقصر فعلا بيبلغه باللي حصل، وساعتها بالدوق بيتعصب جدا، بيقول له ازاي الكلام ده حصل؟ ده كده في سرقه بتحصل في الوزاره، لاني ما وقفتش مرتبات القرويين اللي بينظفوا الحمامات العموميه، وكل الفلوس لسه بتروح زي ما هي. لازم يتعمل تحقيق حالا علشان نقبض على الوزير الحرامي ده. وبيطلب بعدها من ريوما ان هو يقوم بمهمه تنظيف الحمامات العموميه لحد لما يحل المشكله دي، فبيوافق طبعا. وبعدها بيروح لمنطقه الحمامات العموميه، ولما بيفتح باب اول حمام بيلاقي ريحه صعبه جدا، فبيبدا هو والصلايم ينظفوا الحمام، ولان الصلايم بياكل كميه كبيره جدا من الزباله، كل واحد منهم بيتقسم لاثنين، وده بيساعد ريوما ان هو يخلص الشغل بشكل اسرع. ولكن الواد بيتفاجئ ان في سحر ماده اسمها ميسامه بتسمم البشر والحيوانات موجوده جوه الحمامات العموميه، فبيروح يبلغ الدوق وعيلته، وساعتها كلهم بيتخضوا عليه، فبيقول لهم ان جسمه بيقاوم كل انواع السموم، وعلشان كده ما فيش اي حاجه خطر عليه، ولكن القرويين اللي هيقربوا من الحمامات دي ممكن يموتوا لو شموها او تعرضوا ليها، وعلشان كده هيحتاج معاه حرس يحرسوا الحمامات العموميه لحد لما يخلص شغله. فالدوق بيكلف مجموعه من المغامرين انهم يروحوا معاه ويحرسوا الحمامات ديت، وتاني يوم المغامرين بيروحوا مع ريوما فعلا وبيحرسوا الحمامات. وفي الوقت ده اليزو معاه الخدم بيوصلوا وبيكون معاهم اكل وعصير علشان ريوما، فالمغامرين بيرفضوا يخلوهم يدخلوا الحمامات، وعلشان كده بيطلبوا منهم يوصلوا الاكل والعصير لريوما، وطبعا بيوافقوا. بالليل بقى بيخرج ياخد استراحه وبياكل وبيشرب من العصير، ولما المغامرين بيطلبوا منه ياخد استراحه للصبح بيقول لهم انا مش هستريح غير لما اخلص، وبيدخل يكمل شغله. وساعتها بقى المغامرين بيكونوا معجبين قوي بشجاعته وقوته. وبعد شويه ريوما بيخلص تنظيف كل الحمامات العامه، ولما بيخرج من اخر حمام نظفه مايا بتهنيه، بتقول له عاش عليك يا بطل. بعدها بقى بيروح لمدير نقابه المغامرين وبيقول له خلصت تنظيف ال 30 حمام، فالمدير هو كمان بيقول له عاش عليك يا مغامر، استنى بقى مننا مكافاه كبيره ودلوقتي ترجع لبيتك ارتاح. ولما ريوما بيخرج من نقابه المغامرين الصبح بيفتكر لما كان في عالم الارض وكان بيطبق في شغله لحد الصبح، ووقتها بيرجع بقى لبيته وبيلاقي امه مستنياه، فوقتها كان بيحس ان هو ليه حد في الدنيا مهتم بيه اصلا او مهتم بحياته، لحد لما امه ماتت. ومن بعدها بقى لما يرجع بيته يلاقيه فاضي، ففي الاول كان بيتضايق ولكن بعد كده اتعود على الوحده وعلى انه بقى لوحده في الدنيا. واول بقى لما بيرجع لقصر الدق بيلاقي الدق وكل عيلته مستنيينه بيحاولوا يطمنوا عليه، وقتها بقى الواد ما بيقدرش يمسك نفسه وبينهار وبيفضل يعيط من الفرحه، بيقول لهم انا بقالي كتير ما حسيتش ان ليا عيله يهمها امري، انا مش عارف اقول لكم ايه. اليس بقى بتروح له وبتقول له من النهارده انت بقى ليك عيله بيحبوك وبيخافوا عليك، ما تقلقش من حاجه احنا جنبك، الدنيا تمام التمام. الصبح بقى ايلايا بتصحى بدري وبتحضر لريوما الفطار، وطبعا الخدم امها بيساعدوها. ولما ريوما بيشوف الفطار الملوكي اللي ايلايا حضرته بيقول لها انت جهزت لي الفطار بنفسك، فهيوس بيقول له ما تتغيرش قوي يالا، دي رشوه بس علشان تنفذ لها اللي هتطلبه منك. فريوما بعدها بيقول لايلايا انت تامريني بس من غير اي حاجه. بعدها البنت بتقول انا كنت متاكده ان البيض اللي عملته لك على الفطار هيعجبك وهيخليك توافق. هيوس بيقول لها فعلا طبخك يتقدم. ايلايا بقى بتعمل نفسها ما سمعتش وبتقول لريوما انا عاوزاك تعلمني النهارده ازاي العب بالسحر، فبيقول لها من عينيا. وبعد الفطار كلهم بيروحوا لمكان قريب من الغابه وبيبدا ريوما يعلمها ازاي تلعب بسحر الظلام وسحر الميه والهواء يعني وكل الحاجات دي. في الاول الموضوع بيكون صعب عليها ولكن بعد كده بتقدر انها تلعب بالسحر زيه. وهنا المعالج بيقول لريوما قول لي انت بتعرف توظف سحرك في القتال ازاي؟ فبيقول انا ما بعرفش قوي. وقتها المعالج بيروح موري له ازاي بيستخدم سهم النار، وهو بيرمي سهم النار على جبل وبيكسر منه جزء، وساعتها ريوما بقى بيستخدم تعويذه سهم النار هو كمان وبيرمي سهم على الجبل وبيكسر جزء اكبر منه بكتير. المعالج بقى بيقول له روح جنبك انا فين يا عم، تعالى بقى لما اعلمك اللي بعده. وبعدها بيعلمه ازاي يستخدم في القتال سحر الميه والهواء والنار والثلج في نفس الوقت مع بعض. وطبعا التلميذ بيتفوق على استاذه، وهنا سايبس بقى بيقول لريوما انا بقى هعلمك سحر الفضاء، وسحر الفضاء ده بقى صديقي بيخلي الساحر يتنقل من مكان لمكان ثاني في ثانيه الا ثانيه. فريوما بيقول له عيب عليك بقى، وفجاه ريوما بيختفي وبيظهر في مكان ثاني قريب بسرعه رهيبه. وسايبس بيقول له حلو قوي، عاوزك بقى تختفي وتظهر على الجبل اللي هناك ده. فريوما بيقول له تعملها ازاي؟ فسايبس بيقول له سهله، كل اللي انت محتاجه انك تركز على النقطه اللي انت عاوز تتنقل ليها وساعتها هتلاقي الموضوع سهل جدا. فبيعمل اللي قال له عليه فعلا وبينجح ان هو يتنقل فوق الجبل في ثواني. وفي نفس اللحظه بيكون سايبس يتنقل جنبه وبيقول له ريوما برافو عليك يا بطل، اتعلمت بسرعه جدا، ودلوقتي بقى اعلمك ازاي تستخدم سحر الفضاء ده في انك تنقل الجسم حي من مكان لمكان ثاني. وهنا سايبس بقى بيستخدم سحر الفضاء في انه يفتح البوابه اللي بتنقل الاجسام الحيه من مكان للتاني، وبيعلمه يفتح البوابه دي ازاي، وبيفضل ريوما يحاول لحد لما بينجح. وساعتها الواد بيكون مبسوط جدا لان الفجوه دي هتساعده ان هو ينقل السلايم من مكان لمكان ثاني من غير ما يحطهم في صندوق ويشيلهم على ظهره. وتاني يوم بقى بيكون معاه درس قتال الوحوش وبيروحوا كلهم عند مدخل منجم مشهور علشان ايلايا وريوما يحاربوا الوحوش اللي فيه. وايلايا بتكون متوتره شويه لان ديت اول مره ليها في قتال الوحوش، وساعتها الدق وجدها بيشجعوها وبيحاولوا يطمنوها. بعدها تدخل هي وريوما والفرسان للمنجم، وبعد ما بيمشوا شويه فيه الفارس اللي بيستكشف بيقول لهم استنوا في وحش قريب مننا، فكلهم بيقفوا كده وبيتوتروا. وساعتها بيظهر لهم وحش صعوف، والمستكشف بقى بيقول لهم ان خطوره الوحش ده انه ما بيكونش لوحده، ده على الاقل هنلاقي 30 وحش تاني من نفس فصيلته جوه في المنجم. فايلايا بتستجمع شجاعتها وبتقول لهم سيبوه لنا، وبترمي على الوحش ده سهم ناري ولكن ما بيأثرش في الوحش، فبتروح راميه سهم تاني ناحيه راس الوحش وفعلا بيموت. وساعتها الفرسان وريوما بيهنوها، ولما بيظهر كام وحش تاني شبهه ريوما بيقوم بيهم مره واحده، وسلايم الزباله بياكل جثث الوحوش ديت. وفي اللحظه ديت ايلايا بتشوف سلايم معدن وبتحاصره بسحر الثلج، بعدها تاخده وتديله ريوما كهديه لانه علمها ازاي تتحكم في سحرها باللعب. ولما بيخرجوا من المنجم الدك والجد بيهنوا ايلايا باول وحش اصطادته، ووقتها ريوما بيشوف لون احمر في الرمله اللي قصاد المنجم، وبيقدر بسحر الكيمياء ان هو يستخرج المعدن اللي في الرمله ده، وبيطلع من الرمله سبيكه حديد شكلها وهم. كل اللي حواليه طبعا بيهنوه، وراين بيستدعي التاجر سيرجي وبيعرض عليه سبيكه المعدن ديت، بينبهر بيها قوي وبيقول له ايه ده يا صاحبي انا عمري ما شفت سبيكه معدن بالجمال ده، اكيد اللي عملها ساحر كيمياء ماهر جدا. فجميل بيقول له ايوه هو ريوما اللي انت شايفه قصادك ده. سيرجي بقى بيقول له انا هشتريها منك بالمبلغ اللي انت عاوزه. جميل بيقول له احنا موافقين يا عم، وهتدي ثمنها طبعا لريوما لاننا مش محتاجين فلوس. وساعتها الواد ما بيبقاش مصدق نفسه من الفرحه والدنيا اخر حلاوه. بعدها الدك بيقول للتاجر ما تجيبش سيره لحد ان ساحر الكيمياء اللي عمل السبيكه دي، ولا تقول له ان ساحر الكيمياء اللي عمل السبيكه ديت يبقى ريوما اللي عنده 11 سنه لانهم مش بعيد يخطفوه علشان يجبروه يعمل لهم زيها. فالتاجر بيقول له عينيا يابا. والتاني يوم بقى بيكون ريوما في اجتماع مع رئيس نقابه المغامرين هو ومجموعه ثانيه، وساعتها المدير بيقول لهم ان كل اللي سرقوا من ميزانيه الدوله اترفضوا واتقبض عليهم، وبيقول لهم ان عندهم مهمه وهي مطارده وحوش منجم الشمال، بس بيطمنهم ان كل الوحوش اللي في المنجم ده صغيره ولكن ممكن يكون في حاجه ثانيه في المناجم غير الوحوش دي، فبيحذروا
يعني بيقول لهم خدوا بالكم. بعدها بقى بيطمنوا كل حاجه هتمشي تمام وبيقبلوا المهمه. وتاني يوم ريوما بيقرب من صليم المعدن، السم والماده اللزجه والحمض، فالصليم ده ما بيخافش من اي حاجه غير من الحمض، وده لانه مصنوع من معدن، والحمض طبعا بيدوبه. بعدها بيشيروا علشان يطمنوا وبيلعب كوره مع يلايا لحد لما بيسمع صوت المغامرين وهم بينادوا عليه علشان يروحوا يصطادوا وحوش المناجم، فبينزل وبيروح معاهم. ولما بيوصلوا للمنجم بيلاقوا هناك المدير وسكرتيرته اللي بتقول لهم ان الوحوش اللي هيلاقوها في المناجم هتكون يا اما سرعوف يا اما خفافيش يا الفيران. وساعتها المدير بيقول لهم الوحوش دي عبيطه تقدروا تخلصوا عليها بسهوله، خطرهم الوحيد انهم بيبقوا في مجموعات ولكن انتم قدها يا ابطال. وبعد الكلمتين دول المغامرين بيدخلوا المنجم وبيفضلوا ماشيين شويه كده جواه. واحد منهم بقى بيقول لريوما ايوه يا عم في يومين انت اترقيت وبقيت مغامر من رتبه اف. فريوما بقى بيقول له وهو اللي انا عملته شويه في تنظيف الحمامات يا عم، ده انا طالع عيني. المغامر طبعا بيفرح ولكن بيقول له طب موت لك بقى كام وحش هنا يا عم عشان تترقى تاني. وساعتها المغامره القطه بتغير الموضوع وبتقول له ريوما هو انت عندك كام سلايم تحت سيطرتك يعني؟ فبيقول لها مش كتير قوي هم 4310 بس. القطه بقى بتقول له انت ازاي يا ابني بتقدر تسيطر على العدد الكبير ده؟ فبيقول لها عادي جدا بعرف اتعامل معاهم كلهم. فواحده بقى من المغامرين بتقول له وعلى كده بقى انت بتعرف تقاتل؟ فبيقول لها عيب عليكي انا بعون الله بقاتل بالقوس والسهم والخناجر وبايديا والتعويذه السحريه، يعني بصي ما فيش حاجه انا ما بعرفش اعملها. فالبنت بتقول له قشطه عليك يا باشا، ده احنا كده هنعتمد عليك قوي وبالذات يعني في الهجوم لان ما فيش حد مننا بيعرف ينيل حاجه. فبيقول لها انت تأمري بس. وهنا بقى صديق الصراعات بتظهر في 1 2 3 المغامرين بيخلصوا عليهم وفجاه بقى بيكتشفوا ان في خفافيش كتير في المنجم. وريوما بيقول لهم سيبوني انا الطلعه دي انا هستخدم سحر قنبله الصوت بس الاول هحميكم بتعويذه عزل الصوت. ولما بيطمن ان التعويذه بتحميهم بيعمل تعويذه عزل صوت صغيره ليه وبيروح مفجر قنبله الصوت وفعلا بيقتل كل الخفافيش مره واحده. وساعتها بيدي امر للصليم اللزج انهم ياخدوا على الجثث فبينفذوا على طول. ولما بيخرجوا من المنجم بيلاقوا المدير مستنيهم وبيقول لهم ان وحوش الجوبلين هاجموا عمال المناجم والسكرتيره بتوري لهم شكل الوحوش دي وبتقول لهم قريه الجوبلين موجوده في المنجم وفيها اكتر من 500 وحش ولازم تخلصوا عليهم كلهم. بعدها المغامرين بقى بيحطوا خطه علشان يستدرجوا بيها الجوبلين بره قريتهم. 2 منهم فعلا بيدخلوا القريه وبيستفزوهم والوحوش بتطلع تجري وراهم علشان يقتلوهم بس بيقع فتره كده ريوما ملح حمض الصلايم وبعدها بيموتوا بس لان اجسامهم ضخمه ما بيتحللوش بالكامل وبقيتهم بيقفوا على اجسام صحابهم. بيهاجموا المغامرين والكل بيصد الهجوم. المدير بقى بيكون معاهم وبيدخلوا في قتال شرس مع وحوش الجوبلين بيخلصوا بالسيوف على عدد كبير منهم. وساعتها بقى بيعرفوا ان الوحوش دي عددها اكتر بكتير من 500. في نفس الوقت بقى بيكون الصليم اللي عنده قوه الشفاء بيساعد العمال اللي اتصابوا. بعدها بقى بيظهر المغامرين وحوش جوبلين ثانيه وريوما بيقول لهم لا ما بدهاش بقى بوم بستخدم سحر الفضاء وبين العدد كبير من الصلايم للمنجم وبيدي لهم اوامر انهم يهاجموا الجوبلين. بيروحوا بقى ناحيه الوحوش وبيهاجموهم والمغامرين هم كمان كانوا بيساعدوهم وبيقتلوا لهم كام وحش كده. وهنا بقى بيقرر ريوما انه يستخدم قنبله الصوت مره ثانيه علشان يقتل الوحوش. فعلا بيحمي المغامرين بتعويذه عزل صوت وبيحمي نفسه كمان وبعدها بيفجر القنبله بيشيل حركه الباقي بقى من الوحوش. وساعتها هو الصلايم بيخلصوا عليهم بكل سهوله. وهنا بقى بيظهر يا صديقي زعيم الجوبلين وكان جاي علشان يقتلهم. تخيل بقى ان ريوما هيسيبه يقتلهم؟ لا والله بوم بيدي امر لكل الصلايم انهم يهاجموه هو فعلا بيجيبوا اجله وبكده يكون ريوما والصلايم والمغامرين خلصوا على 2000 وحش جوبلين كاملين. وبعدها ريوما بيخلي صلايم التنظيف ينظف المغامرين وهدومهم اللي كانوا خلاص هيرموها بعد الحرب دي. وساعتها بقى مايا بتقول لريوما ده انت لو فتحت مغسله هتبقى مليونير يلا. فبيبان على ريوما بقى الفكره عجبته. ولما بيطلعوا من الكهف اهالي العمال بيشكروا ريوما لان الصلايم المعالج انقذ العمال اللي الجوبلين هاجموهم والدنيا بقت تمام. ولما المغامرين بقى بيوصلوا لبيت الضوء ريوما بيكون قرر يسيب القصر ويعتمد على نفسه يعني. فبيقابل بعدها الضوء وعيلته وبيحكي لهم على اللي عمله مع المغامرين وكل حاجه. بعدها بيشكرهم على كل اللي عملوه معاه وبيقول لهم انا خلاص قررت ان انفصل عنكم واعتمد على نفسي واعيش حياه مستقله. وساعتها بقى ايلايا بتتصدم وبتقول له عاوز تسيبنا وتمشي ليه؟ حد فينا زعلك ولا ايه؟ فبيقول لها لا يا ستي بس انا بقيت بعتمد عليكم في كل حاجه في حياتي وحاسس اني بقيت عيل سيس علشان كده بقى عاوز اعتمد على نفسي. فالضوء بيقول له عموما احنا كنا عارفين ان اليوم ده هيجي وانك هتطلب قريب انك تنفصل عننا وتعيش لوحدك. فايلايا بتقول لهم انا عمري ما كنت اتخيل ان اليوم هيبعد عننا. فامها بتقول لها زي ما انت هتسيبينا وتروحي مدرسه تعليم السحر علشان تتعلمي هو كمان لازم يعتمد على نفسه ويتعلم لوحده. فالجد بقى بيقول له احنا موافقين انك تسيبنا يا عم بس بشرط انك كل يوم تبعت لنا جواب تطمنا فيه عليك. والضوء كمان بيقول له ولازم تيجي تزورنا من وقت للتاني علشان نطمن عليك اكتر. اليس بقى بتقول له ما تترددش في اي وقت انك تطلب مننا المساعده والشرط اساسي انك تفضل عايش في الفندق ده وحسابك مدفوع لان ده فندقنا اصلا. وهنا بقى ايلايا بتقول له انا بقى عندي شرطين. الشرط الاول اننا نتقابل بعد 3 سنين لان لما ادخل المدرسه السحريه اول اجازه اخدها هتكون بعد ال3 سنين دول. والشرط الثاني اننا نتقابل بعد 6 سنين لما اخلص دراستي يعني فيها ولو نسيت المعادين دول هطلع عينك. فبيقول لها لا يا ست طيب احسن حاضر مش هنسى. فبيسالهم بقى هو انتوا هتسيبوا المدينه ولا ايه؟ فبيقولوا له ايوه هنسيبها لما يجي موسم ضفادع الجريل. فبيقول لهم مش دي الضفادع اللي جلودها بيتعمل منها اسلحه؟ فالدوكو بيقول له ايوه واعضائها كمان بيتعمل منها ادويه. فايلايا بتقول له ريوما وفي الوقت اللي الضفادع دي تظهر فيه بيظهر معاها طائر الليمون النادر وده بقى طائر جميل جدا وصوته حلو قوي ومش اي حد بيقدر يمسكه. ده حتى في مراودين كتير عاوزين يروضوا الطائر ده ولكن الموضوع صعب جدا بسبب سرعته. فريوما بيقول لهم انا عاوز اشوف الطائر ده. اليس بقى بتقول له اذا كنت عاوز تشوفه يبقى لازم تيجي معانا. فبيقول لها هتبقى خلاص حصل. وبعدها بيقول لهم انه يفتح مشروع غسيل لانه عارف ان المغامرين بعد ما عليكم مع الغيلان بيرموا هدومهم بسبب انها ما بتنضفش من ريحه الغيلان دي. وهنا بقى الخادمات بيتدخلوا للاوضه وبيقولوا له ريوما انت هتكسب من المشروع ده كتير قوي وده لان سلايم التنظيف بتاعتك بينظف الهدوم بشكل جبار. فالدوكو بعدها هو كان بيتحمس وبيقول للواد بكره هرتب لك ميعاد مع سيرجي علشان تعرض عليه مشروعك وهو يقول رايه برضه. هو بالفعل ثاني يوم بيروح لسيرجي اللي اول لما بيشوف نظافه غسيل السلايم بيقول له ريوما ايه الحلاوه دي انا موافق جدا على مشروعك وكمان هساعدك بس لازم الاول تسجل نفسك في نقابه التجار علشان ما فيش حد من التجار الكبار يضايقك. وفعلا بيروحوا كلهم لنقابه التجار وبيقابلوا مديره النقابه اللي بتوافق ان ريوما ينضم للنقابه وبتدي له كمان الكارنيه. بتقول له كمان انها هتبيع له مكان كويس جدا ينفع يكون المغسله اللي هو عاوز يفتحها. وهو بالفعل ثاني يوم الواد بيروح مع سيرجي وايلايا يتفرجوا على المحل وسيرجي بيقول له المكان ده كان فندق كبير بس النار ولعت فيه اللي كان مأجره بقى سابه ومن وقتها ما حدش فكر يشتريه. وهنا ريوما بقى بيشوف خريطه المكان وبيقول لسيرجي موقع المكان ده زي الفل لانه جنب منطقه سكنيه ونقابه المغامرين. بص يا عم سيرجي خلاص انا اشتريت. سيرجي بقى بيقول له قشطه وانا هجيب لك عمال من بكره يشتغلوا معاه في المغسله وما تنساش بقى عمولتي يا باشا. وفعلا ثاني يوم ريوما بيخلي الصلايم يساعدوه في تجديد المكان وكمان الفرسان بيساعدوه بيركبوا له سيراميك وبيزرعوا ورد قصاد المحل. ولما ايلايا بتقول لريوما ارتاح شويه انت بقالك كتير ما خدتش بريك بيقول لها وده يجي ايه وسط تعبي في شغلي القديم. وطبعا هو هنا يوصل شغله في شركه البرمجه في عالم الارض. ولما ايلايا بتساله وانت كنت بتشتغل ايه بيقول لها شغلانات كتيره يعني كنت بعمل عرايس صغيره وبيعها بنقل البضاعه من محل لمحل حاجات زي كده يعني. فبتقول له ايه ده بجد انت كنت تعرف تعمل عرايس؟ طب انا عاوزه واحده. فبيقول لها وماله حاضر ابقى اعمل لك. المهم انهم بعد ما بيخلصوا الشغل ريوما بيقول له هيوز انه يعمل حفله افتتاح للمغسله هيقدم فيها عصير واكل وهيروق على الدنيا. هيوز بقى بيقول له انا راشي معاك يا باشا طالما فيها اكل. وبعد
وبعدها اليوم بقى بيسيبهم وبيروح للكنيسه وهناك بيتنقل للعالم الثاني. وساعتها واحد من السحره بيقول له خلي بالك انت ما بقتش تقدر تخبي مشاعرك زي الاطفال، ده خطر ولازم تاخد بالك كويس في اللي جاي. ريوما بيفهم كده الوضع وبيقول له حاضر. وبعدين بقى بيرجع لعالم سيلفر ثاني. وتاني يوم ريوما بيروح لعيله الدوق وبيعزمهم على حفله افتتاح المغسله اللي سماها مغسله زانوسي، عامل اعلان كده ومكتوب عليها اغسل هدومك مرتين وخد معاهم 3 هديه. وبعدها بيعزم كل اللي ساعدوه وقفوا جنبه، وبيعزم كمان المغامرين والتاجر ومدير نقابه المغامرين ومديره نقابه التجار والفرسان وتقريبا كل اللي يعرفهم. وتاني يوم بقى بيكون سيرجي جاي مع الاخين التوأم كارلا وكالوم واللي في طريقهم للمغسله. طبعا الاثنين دول بقى هم الموظفين اللي سيرجي وعد ريوما بيهم وجايبهم علشان يشتغلوا معاه. في الطريق بقى سيرجي بيقول لهم خلوا بالكم بقى علشان صاحب المغسله اللي هتشتغلوا فيها صحيح عنده 11 سنه بس قريب من عيله الضوء، يعني لو غلطت اي غلطه معاه كلنا هنروح ورا الشمس. وفي نفس الوقت اللي بيوصلوا يقربوا فيه من المغسله بيكون ريوما هو ولايا واروني بيحضروا الاكل والعصير للضيوف. ولما بيخلصوا بيكون سيرجي وصل للمغسله مع الموظفين الجدد وساعتها ريوما بقى بيقابلهم. ولما سيرجي بيقول له دول الموظفين اللي وعدتك بيهم الاخين التوأم كانوا بيشتغلوا معايا في فرع من فروع شركه سيرجي بتاعتي، والاخت كانت مديره الفرع واخوها كان نائب المدير. ساعتها بقى ريوما بيرحب بيهم وبيعرفهم بنفسه، بيبدا بعدها يعلمهم كل حاجه في المغسله، يعني بيوري لهم الاكياس اللي الزباين هيشتروها علشان يحطوا فيها غسيلهم اللي عاوز يتغسل. بعدها بيوري لهم شباك وبيقول لهم هترموا الغسيل اللي عاوز يتغسل من الشباك ده اللي بيوصل على الاوضه اللي فيها صلايم التنظيف. بياخدهم بعدها لاوضه الصلايم وبيوري لهم ازاي بينظفوا الهدوم، وبعدها صلايم المعدن اللي بيستلم منهم الهدوم وبيكويها. اخيرا بقى الصلايم اللزج اللي بياخد منهم الهدوم وبيرصها في المكان. يعني من الاخر كده كل حاجه مترتبه وكل حاجه 13 خالص. المهم ان ريوما بعد كده بيوري لهم الدور اللي فوق وبيقول لهم ان الدور ده مفيش اي حد يطلعه غير الموظفين وبس. بيوري لهم كمان مكتب المدير واوضه استقبال الضيوف والمطبخ وكل حاجه. بعدها بياخدهم لسكن العمال وبيقول لهم تقدروا تختاروا اي اوضتين لان لسه مفيش موظفين غيركم دلوقتي. وهنا بيبدا الضيوف يوصلوا وريوما والموظفين بيقدموا لهم الاكل والعصير وكلهم بيبقوا مبسوطين جدا. ريوما بقى بيروح للدوق وبيقول له طبعا الاكل ده مش زي الاكل اللي انت متعود تاكله في الحفلات بس حاجه على قدنا يعني. الدوق بيقول له يا عم ما تفكرنيش ده انا باكل اكل في الحفلات بيقلب بطني، الاكل ده بالنسبه لي زي الفل. وبعد ما الحفله بتخلص الخدم والموظفين بيرتبوا المغسله وساعتها بقى كارلا واخوها بيكلموا ريوما بطريقه رسميه والواد ما بيباتش الموضوع ده. بيقول لهم وانتم فاكريني قريب الدوق ولا ايه؟ كارلا بتقول له ايوه. الواد بيقول لها لا انا مش قريب ولا حاجه، تقدروا تتعاملوا معايا عادي جدا، وعلى فكره لو ما عجبكمش الشغل معايا فمش هزعل وممكن تمشوا عادي. الاثنين بقى في نفس واحد بيقولوا له احنا عاوزين نشتغل معاك. كارولا بقى بتقول له احنا لما عرفنا ان عندك 11 سنه بس قلنا ده شكله عيل صغير وهيعرفنا، بس لما جينا هنا لقيناك قد المسؤوليه وعلشان كده احنا شرفنا اننا نشتغل معاك يا ريس. وهو بالفعل ثاني يوم ريوما ما بيبقاش متفائل وبيقول للموظفين انا عارف اننا مش هيجي لنا زباين كتير علشان يعني احنا لسه فاتحين في الاول وعلشان كده انا هروح لنقابه المغامرين وانتم خلي بالكم بقى من المغسله. ولما بيوصل للنقابه بيلاقي زمايله عملوا له اعلان عن المغسله وعلقوه على الحيطه علشان كل المغامرين يشوفوه ويروحوا يغسلوا عنده. طبعا الواد بيشكرهم وبعدها بيختار مهمه تنظيف جديده وبعد ما بيخلص مهمته بيرجع للمغسله من ثاني علشان بقى يتفاجئ ان في زباين كتير جدا هناك لدرجه انهم سادين باب المغسله. فبيستخدم هو بقى سحر الفضاء وبيدخل على جوه وبيساعد الموظفين هناك. واخر اليوم بيكونوا كلهم تعبوا جدا فبيشكرهم وبيقول لهم انا عايز موظفين تاني معاكم علشان طبعا الشغل يتقسم وترتاحوا اكتر من كده. بالفعل الواد بيروح لنقابه التجار وبيطلب من مديره النقابه انها تبعت له موظفين لان المشروع نجح والشغل كتير عليه. فبتقول له المديره من عينيا انت بس تؤمر يا كبير. بيشكرها طبعا وبيروح للدوق وبيحكي له على كل اللي حصل. والدوق بيقول له انك لازم تزور حرس المدينه لانهم طول الوقت بيحتاجوا يغسلوا هدومهم ودروعهم والشغل معاهم هيبقى بالنسبه لك كدخل ثابت. فبيقول له اكيد هروح لهم. وساعتها بقى الدوق بيقول له شكلك تعبان ولازم ترتاح علشان تقدر تكمل شغلك بكره. فعلا الواد بيروح لاوضته وبالرغم من التعب اللي هو كان حاسس بيه بيبقى مبسوط جدا وده لان مشروعه نجح وحواليه ناس كتير بيحبوه. والتاني يوم بيجي للمغسله زباين اكتر ولما واحده من الزباين بتلاقي هدومها نظيفه ورجعت جديده بتشكر الموظفين وبتقول لهم انا اغسل هدومي عندكم كل يوم. وكل بقى اللي موجودين في المغسله بيسمعوا كلامها وبيبقوا مبسوطين قوي انهم اخيرا لو مكان يقدروا يغسلوا فيه هدومهم وبسرعه. ولما ريوما بيطمن ان كل حاجه ماشيه تمام بيروح لنقابه التجار وهناك بقى بيقابل الموظفين اللي مديره النقابه جمعتهم ليه. كلهم لما بيشوفوه بيفضلوا يوشوشوا بعض وبيفتكروا يعني ان الواد ده يبقى حفيد مديره النقابه ولا حاجه. وهنا ريوما بقى بيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان هو صاحب المغسله عنده 11 سنه وجاي هنا علشان يشوف مين اللي ينفع يشتغل معاه في المغسله. بيقول لهم بعدها بقى ان المغسله مش محتاجه مجهود كبير لان الغسيل ما بيبقاش تقيل ولا حاجه وعلشان كده ممكن الستات برضه يشتغلوا. اما بقى بخصوص زمايلكم في الشغل فهيكونوا صلايم علشان كده اللي بيخاف من الوحش ديت ما ينفعش يشتغل معانا. هنا بقى كلهم بيخافوا وبيمشوا الا راجل وبنت كده شكلهم اغرب عن المدينه. ريوما بقى بيقدر يعرف ان العكاز اللي الراجل بيستند عليه جواه سيف والتوكه اللي البنت حطها في شعرها كمان سلاح. فبيعمل نفسه بقى مش واخد باله وبيقول لهم ايش شروطكم علشان تقبلوا الوظيفه اللي بعرضها عليكم. الراجل بيقول له اولا كده انا اسمي فاي ودي بنت لينج وهي يعني مش شبهي علشان طلع حلوه لامها. بيوري له بقى رجله المكسوره وبيقول له انا رجلي مكسوره ولكن بقدر اشتغل. فريوما بيقول له ولا يهمك عادي رجلك ديت امرها بسيط وده لان الواد بيكون عارف ان صليم الشفاء هيقدر يعالج الرجل ديت بسهوله. بعدها بقى بيكلموه في حوار السكن لانهم فقراء وما يقدروش ياجروا شقه. فبيقول لهم ودي برضه كمان محلوله انا عندي سكن العمال والموظفين اللي بيشتغلوا معايا. وهنا بقى ريوما بيقول لهم وايه بقى حوار الاسلحه اللي معاكم دي. فبيتفاجئوا ان هو كشفهم وفاي بيقول له ما كنتش اعرف انك مش سهل كده بس طالما كشفتنا فانا هقول لك كل حاجه. احنا كنا قتله مأجورين ولكن اعتزلنا المهنه ديت لما زعلنا مات قدرنا نهرب من بلدنا قبل ما يقتلونا ووصلنا هنا. يعني من الاخر كده احنا على الله حكايتنا مفيش معانا ولا مليم. وساعتها بقى ريوما بيقول لمديره النقابه انت كنت تعرف انهم كانوا قتله مأجورين ولا ايه. فبتقول له ايوه بس ما تخافش منهم دول ناس طيبين وانا اضمنهم برقبتي. فالواد بيقول لها اذا كان كده يبقى ماشي. بعدين بقى بيقول لهم انا عاوز استفيد بخبراتكم واخليكم حراس للمغسله. طبعا الموظفين بيوافقوا وبياخدهم بعدها على هناك. وساعتها بيلاقوا المغسله متروسه زباين ولينج بتقول له انت متاكد انك لسه فاتح من يومين ده المغسله مليانه زباين ودي حاجه تشجع على الشغل. فالواد بيقول لها النهارده الخميس بلاش حسد يا ستي 5 في عينك. وبياخدهم بعدها يعرفهم على الموظفين وبعدها بيقول لي فاي انت هتستلم الشغل من الزباين. فبينط على الكاشير وبيبتدي شغله على طول. وبعدها ريوما بيقول لي لينج انت بقى هتدخلي اوضه الصلايم هتاخدي منهم اللبس النظيف وهتسلميه لكارولا. فمن غير كلام كتير بتدخل اوضه الصلايم ولما بتشوف شغلهم بتبقى مبهوره بيه وبتبتدي تاخد منهم اللبس النظيف وتسلمه لكارولا. وفي نهايه اليوم بقى ريوما بيشكرهم كلهم وبيطلب من كارولا تجهز كشف الحساب. بعدها بياخد فاي وبنته وبيطلعهم للدور الثاني وهناك بقى بيخلي الصلايم بتاعه يعالج الكسر اللي في رجل فاي اللي ما بيصدقش ان هو يقدر يقف على رجله من ثاني وبيشكر بطلنا جدا. بعدها بقى بياخدهم وبيوري لهم الاوضه اللي هيعيشوا فيها وطبعا بينبهروا بنظافه وجمال الاوض. ولما بيرجعوا بقى كارولا واخوها بتدي لريوما كشف الحساب. فبيقول لها احنا كسبنا اكتر من اللي كسبناه في اليومين اللي فاتوا. كارولا بتقول له لازم تستثمر نجاحك ده وتفتح فرع جديد في مدينه ثانيه. فيقول لها لسه بدري على الكلام ده انا فاتح بقالي يومين مش اكتر. بعدها بقى بيقول لهم ان فاي وبنته عندهم خبره عسكريه وعلشان كده هيشتغلوا في الحراسه. وهو بالفعل ثاني يوم ريوما بيقابل ايلايا وبيحكي لها على
اللي حصل معاه كله. بيقول لها بقى ان مشروع نجح ووظف موظفين جدد علشان طبعا يساعدوه. بتقول له انا كده طمنت عليك قوي علشان انا مشغوله وبتعلم انواع جديده من السحر ومش قادر اساعدك. فبيشكرها وبيرجع بقى للمغسله اللي كالعاده بيكون فيها زباين كتيره جدا. بيقرر ان هو يكافئ الموظفين بانه يخبز لهم بيتزا، وفعلا بيحضر الاكل، وفي اخر اليوم كلهم بياكلوا مع بعض والاكل بيعجب الموظفين قوي والدنيا تمام. تاني يوم بقى ريوما بيقول لهم ان هو هيعين موظفين تاني وهيعين طباخين كمان علشان تحضر لهم وجبات وهيظبط لهم الاداء. ياه لو كل المديرين كده زي ريوما كان تمام الدنيا زي الفل والله. المهم ريوما بيروح تاني لنقابه التجار وبيطلب من مدير موظفين جدد ومعاهم طباخ، فبتحضر له 3 موظفات وبتقول له ان هم الثلاثه من قريه واحده جم لمدينه جيمون علشان يدوروا على شغل. وبعدها الطباخه سلمى بقى بتعرفه بنفسها، بتقول له انها اشتغلت قبل كده طباخه في فنادق كبيره وعاوزه تشتغل معاه، وفعلا بيوظفها مع ال3 بنات التانيين. بيعدي اسبوع بقى من افتتاح المغسله والدنيا بتمشي اكتر مع بطلنا ومبيعاته بتزيد. الموظفين بقى بيكونوا مرتاحين في الشغل، ولما الدكتور عيلته بيشوفوا الزباين اللي واقفين طابور قصاد المغسله بيفرحوا جدا. الدكتور بقى بيقول لهم انا كنت عارف ان هو هينجح بس مش بالسرعه دي، وده هيخلينا بقى مطمنين عليه لما نمشي ونسيبه في المدينه لوحده. وثاني يوم بقى سيرجي بيقابل ريوما وبيقول له ايه اخبار شغلك؟ فبيقول له الدنيا زي الفل، الموظفين اللي رشحتهم لي شايفين شغلهم على الاخر وشغلت معاهم موظفين تانيين، ارباحي بتزيد كل يوم عن اللي قبله. سيرجي بقى بيقول له ايه رايك ارباحك تزيد اكتر؟ فريوما بيقول له ده يحصل ازاي يا عمنا؟ سيرجي بيقول له انت بتورد لشركتنا سبائك المعدن وخيوط السرايم اللزجه اللي المغامرين بيستخدموها، واحنا بقى عاوزينها كمان تورد لنا القماش المقاوم للميه، لان زي ما انت عارف موسم صيد الضفادع قرب والمغامرين هيروحوا المستنقع علشان يصيدوها وهيبقوا محتاجين القماش المضاد للميه، وعلشان كده عاوزك تورد لنا منه كميات كبيره وهو انت تكسب والشركه كمان تكسب يا معلم. فبيقول له خلاص اتفقنا يا رياسه. وفي نفس اليوم بالليل ايلايا بتكون مع ريوما وساعتها بتعرف منه ان هو بيجهز القماش المضاد للميه في كهف مهجور، وبتقول له بكره هروح معاك. وثاني يوم بقى بيكون ريوما بيشتغل في الكهف، وطبعا السلايم اللزج هو اللي بيقوم بالمهمه. وقتها ايلايا بقى بتقول له انا جيت معاك النهارده علشان اتدرب على الكمان. الواد بيتصدم كده وبيقول لها انا ما كنتش اعرف انك بتتدربي على العزف. فبتقول له ان الطيور اللي هي عاوزه تروضها بتتواصل مع بعضها بالالحان، وعلشان كده هي بتتدرب على العزف علشان ينجذبوا ليها ويوافقوا طبعا يمضوا معاها عقد الترويض. ولما بتبدا العزف عزفها بيعجب ريوما جدا والسلايم، ولما بتخلص بيقول لها ايه رايك اعمل لك العروسه اللي وعدتك بيها؟ فبتفرح جدا وبتقول له طبعا موافقه. وساعتها ريوما بقى بيستخدم سحر كسر الحجاره وبيشكل بالحجاره عروسه جميله كده شبه ايلايا، فبتعجبها جدا وبتشكر عليها. وبعدها بيخلص اليوم وتاني يوم ريوما بيكون عامل عرايس شبه كل افراد عيله الضوء، ولما بيشوفوهم بيعجبوا بيهم جدا. وساعتها الضوء بيقول لايلايا ايه بياخد التماثيل ديت معاكي للمدرسه علشان ما تحسيش يعني انك لوحدك، فبتفرح قوي وبتقول له اخده معايا. بعدها بتقول له ريوما ممكن بقى تعملي عروسه شبهك؟ فبيقول لها خلاص من عينيا. بيعدي الوقت بسرعه والشغل في المغسله بيكون ماشي زي الساعه، وريوما بيروح الكهف وبيجهز كميه كبيره من القماش المضاد للميه. في نفس الوقت بقى بيتدرب مع سليم على القتال، ولما بيرجع للمغسله بيكتشف ان مبيعاته زادت 3 اضعاف بسبب ان جالهم عقود تنظيف كتيره من الحدادين وعمال المناجم والنجارين. فبيذكر الموظفين لانهم السبب في انه كسب فلوس اكتر، وهنا بقى بيفتكروا انه ما اداش الموظفين اجازه. فبيقول لهم بقى اختاروا نقفل المغسله يوم وكلكم تاخدوا اجازه، ولا كل يوم واحد منكم ياخد اجازه. الموظفين بقى بيتاثروا بكلامه لان عمرهم ما اشتغلوا عند حد كان بيهتم بيهم كده، ولا اصلا كان حد بيديلهم اجازات. هنا بقى الطباخه سلمى بتقول لهم الاكل جاهز، فبيقولوا لها جيتي في وقتك، ده احنا واقعين من الجوع. المهم ان تاني يوم لما ريوما بيروح لنقابه المغامرين السكرتيره بتقول له ان في مجموعه من المغامرين اسمهم جماعه مرفأ سيكم جم من مدينه بعيده ومعاهم صلايم نادر، حاولوا يبيعوا لنقابه المغامرين ولكنهم رفضوا يشتروا منهم، وده خلاهم يحسوا بالاحباط لانهم محتاجين الفلوس جدا. وساعتها ريوما بيتحمس وبيقول لها قولي لي على مكانهم بسرعه، فبتقول له على الحاله اللي هم فيها. بيروح فعلا على هناك وبيسال عليهم، بيلاقي كده حالتهم صعبه جدا بسبب ان كل الفلوس اللي معاهم خلصت، وبيعرفهم بعدها بنفسه. بيقول لهم ان هو صاحب مغسله زانوسي. بيسالهم بقى على الصلايم اللي لقوه، فواحد منهم بيقول له انا شين قائد الجماعه اؤمر. فريوما بيقول له حصل لنا الشرف يا عم، وريني الصلايم اللي معاكم كده، ولو طلع نوع نادر زي ما بتقولوا هشتري منكم. بيوري له الصلايم فعلا اللي بيكون لونه احمر وشبه الدم، وريوما بيقول له خلاص انا هشتريه. بيدي له عملتين ذهب. شين بقى لما بياخد الفلوس ما بيصدقش نفسه وبيشكره على كرمه معاهم. وساعتها ريوما بقى بيقول له موسم صيد الضفادع قرب، ممكن تروحوا تاخدوا تصريح من نقابه المغامرين وتصطادوا الضفادع، ويا ريت يعني اشوفكم في مغسلتي واوعدكم الخدمه هناك هتعجبكم. ولما بيسيبهم وبيمشي بيستخدم سحر الفضاء وبيروح عند منجم مهجور، وهناك بيعمل تعويذه الارتباط ما بينه وما بين الصلايم اللي بيوافق على طول ان ريوما يروضه. وساعتها ريوما بقى بيقدر يعرف ان خصائص الصلايم ده ان هو مصاص دماء، وعلشان يتاكد بيقرب الصلايم من جثه حيوان والصلايم بيدخل جوه الجثه وبيشرب كل الدم اللي فيها. وساعتها ريوما بيقول لنفسه ان الصلايم ده هيكون مفيد في قتال الوحوش، وهيقدر كمان ان هو يخلص عليهم ويشرب من دمهم. وبعد كده بقى ريوما بيتابع شغل المغسله اللي بيبقى ماشي كويس جدا، بيلاقي وقت ان هو يعمل ايلاي العروسه اللي طلبتها منه، وكمان بينجز كل مهام نقابه المغامرين. وفي يوم ايلاي بتقول له ان ابوها وامها بكره هيتدربوا على ترويض الوحوش، بتطلب منه يروح معاها، والواد بيقول لها من عينيا يا باشا. والتاني يوم بيروح ريوما مع ايلاي والدك ومراته وابوه للمكان اللي هيتدربوا فيه ايلاي على سحر الترويض. وهناك اليز بقى بتساله مين فيكم يا شطار هيقول لي يعني ايه سحر ترويضي؟ فايلاي بتقول لها يعني المروض والوحش بيكون ما بينهم عقد شراكه ان الوحش يخضع للمروض، ومن بعدها بيكون في رابط ما بين الوحش والمروض، وساعتها يعني يقدروا يتواصلوا مع بعض ويعملوا كل حاجه. فاليز بتقول لها حلو قوي كل اللي قلتيه ده، ودلوقتي بقى هنعلى بالليفل وهنتعلم سحر الاحساس المشترك. وبتقول لهم ان السحر ده بيخليك تحس وتشوف كل حاجه الوحش اللي بتروضه كان شايفها، وهو كمان بيحس ويشوف كل حاجه انت بتشوفها، وده بيخليه يساعدك يعني لو واجهت اي خطر. وهنا بقى رايم بيقول لهم ان السحر ده مش اي مروض يقدر يستخدمه، وانه محتاج لخبره كبيره من المروض. بعدها بيوريهم وحشين على شكل طيور، وبيقول لهم النهارده هتتدربوا على سحر الاحساس المشترك مع الطيور دي. وفعلا بيبدا الاثنين يتواصلوا مع الطيور وبيوافقوا يكون ما بينهم رابط وعقد سيطره. وساعتها اليز بتقول لهم دلوقتي بقى عاوزاكم تركزوا على الرابط المشترك ما بينكم وما بين الطيور ديت علشان تشوفوا اللي هم شايفينه. وكالعاده بينجح ريوما من اول مره وبيشوف كل اللي الطير شايفه. بعدها بقى بيقعدوا يرتاحوا ويشربوا شاي. وساعتها الضب بيقول لريوما كنت فاكر ان نوع السحر ده يكون صعب عليك، بس تقريبا انت مفيش حاجه بتصعب عليك يا عم. فاليز بتقول له لسه قدام ريوما حاجات كتير هيتعلمها، وبتقول له بعدها انها مروضه بتقدر تستدعي الوحش الخاص بيها. وفعلا في سن الا سنه بيظهر زي ابيض عملاق بيقعد تحت رجلين اليز. وفي الاول ريوما بيفتكر هيهاجمها وبيستعد علشان يساعدها يعني، ولكن اليز بتطمنه وبتقول له ان زي بدات بلاروك فينر ومش هتعمل اي حاجه. ريوما بقى بيقول لها انا كنت فاكر ان وحوش الفينر اساطير مش موجودين في الحقيقه. فبتقول له لا هم مش اساطير ولا حاجه، هم بس شبه الذئاب مش اكتر، واكبر منهم بكتير وبيقدروا يستخدموا سحر الثلج. وعلى فكره انا روضت 20 وحش فينير. وبس ساعتها ريوما ما بيبقاش مصدق ان اليز مروضه قويه بالطريقه دي، لان ترويض وحش فينير واحد صعب جدا. وهو بيتصدم اكتر لما اليز بتقول له ده انا كمان روضت 100 ذئب متحول قبل كده. ووقتها ريوما بقى بيقول لنفسه وانا اللي فرحان بالصلايم اللي مربيهم دول، ده ما يجوش حاجه جنب الوحوش الخطيره اللي اليز روضتهم. ساعتها بقى الدوق بيقول له ريوما اليز مروضه شاطره جدا، ومع ان الفين الصغيرين ترويضهم صعب بس اليز بتقدر انها تروض عدد كبير منهم في نفس الوقت. وتخيل كده ريوما لما
هتبقى مراتك اشطر منك، هتعمل ايه؟ فاليس بتقول له لا بس ما تنساش ان مفيش حد امهر منك في القتال بالسيف. وبعدها بتقول لي ريوما امال لو عرفت بقى ان جميل بيروض تنانين، والدوكو برضه على فكره بيروض الوحوش اللي بتمشي على 4 رجلين، بس هو اللي متواضع شويه. بعدين بقى بتقول له على فكره جميل بيروض اقل من 20 وحش ولكن نصهم تنانين. وساعتها جميل بيقول له انهم بيحتفظوا بالوحوش كلها في ارض هم بيملكوها، والتنانين هم اللي بيحرسوا الارض دي علشان الوحوش ما تهربش منها. اليس بقى بتقول لريوما ان الوحوش بتعيش على جبل تاني صغير كده بقى على قدهم، والجبل ده موجود فيه اعشاب طبيه نادره ومش موجوده في اي مكان تاني، علشان كده زي بتحرس الجبل ده من الصيادين. وطبعا ريوما بينبهر بكل اللي بيعرفوا منهم عن الوحوش. وبعد اليوم ده الوقت بيعدي، ريوما بيفضل يتمرن على السحر مع اليس علشان يطور مهاراته اكتر، ما بينساش تجارته كمان، وبيعمل عدد كبير قوي من القماش العازل للميه بيبيعوا لجيرمي. بعدها بقى بيروح لنقابه المغامرين، ومايا بتقول له ان موسم صيد الضفادع كمان 3 ايام، وان دي فرصه علشان يصطادوا الضفادع ويبيعوها يعني ويكسبوا فلوس، ده غير ان هو تدريب كويس ليهم. وفي اللحظه ديت واحد زميله بيقول له انهم محتاجين القناع الواقي اللي كان لابسه لما نظف الحمامات العموميه، ده غير انهم محتاجين لبس ما يتاثرش بميه البحيره. فبيقول لهم كل اللي هتحتاجوه هتلاقوه في شركه استيراد مورجان، ولما تروحوا هناك اسالوا على تاجر جيرمي اعرفوا يعني ان انا اللي بعتكم علشان يعمل معاكم الصح ويروق عليكم. فبيقولوا له كلك ذوق يا رجوله. وثاني يوم بقى الدوكو وعيلته بيشربوا الشاي مع ريوما، وايلايا بتكون متحمسه جدا لانها بعد بكره هتروح للبحيره وهتصطاد طيور الليمور. ولما ريوما بيرجع بقى اوضته بيتدرب على العزف على الجيتار علشان يقدر يصطاد الطيور دي، بس لما بيفتكر ان الدوكو وعيلته هيسيبوا المدينه بعد ما اليس تصطاد بيحس كده بالحزن. وثاني يوم بقى عيله الدوكو والفرسان ومعاهم ريوما بيكونوا في طريقهم للبحيره. ايلايا بقى بيبقى باين عليها التعب بسبب الطريق الطويل اللي مشوا فيه وشكلها متبهدله على الاخر. ولما ريوما بيقابل جماعه مغامرين مرفأ سيكم بيقف يسلم عليهم، بيقول للدوكو اسبقوا انتم على البحيره. ولما بيتحركوا ريوما بيتكلم مع شين بيقول له ايه الاخبار يا صاحبي؟ فشين بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي يا صاحبي على الواجب اللي عملته معانا، اشتريت مننا الصلايم بمبلغ محترم وكمان عرفتنا حوار الضفادع النادره اللي اصطدنا منها شويه حلوين وهنبيعهم بمبلغ كويس، وبعدها هنروح لمغسلتك علشان نغسل هدومنا هناك. يا اخي احنا اتعودنا على غسيل هدومنا في مغسلتك ومش عارفين لما نرجع مدينتنا هنرجع نغسل هدومنا تاني ازاي. بعدها بقى بيودعوا ريوما وبيكملوا في طريقهم عادي. ووقتها ريوما بيجري على البحيره وهناك بيشوف طيور الليمور اللي بيكون شكلها جميل جدا، بيشوف زمايله المغامرين وهم بيحاولوا يصطادوا الضفادع قبل ما الليمور يصطادها. وساعتها بقى دوك بيقول لهم ان في مغامر بيحاول ان هو يراضي الليمور، بيبتدي المغامر يعزف على الفلوت ولكن عزفه بيكون وحش جدا. فالدوك بيقول لهم لو العزف ما عجبش الليمور بيعمل صوت مزعج، وده اللي بيحصل بالظبط كده. فالمغامر بيتعصب وبيطلع سيفه وبيهاجمهم، وفي الوقت ده الليمور بيهاجم المغامر بسحر قاطع الرياح اللي بيكون شبه طلقات قويه كده بيوجهوها عليه. وهنا ريوما كان لازم يتدخل فبيستخدم سحر الصخور وبيعمل بصخور حاجز يفصل بيه ما بين المغامر والليمور، ولكن الليمور ما بيستسلمش وواحد منهم بيعمل صوت مزعج جدا ما فيش حد من كل الموجودين حوالين البحيره يستحمله الا ريوما اللي بيقدر يحدد الطائر اللي بيعمل الصوت ده من بين باقي الطيور. بيستخدم سحر العزل وبيعمل عزل حوالين الطائر اللي بيعمل الصوت المزعج ده فبيطير بعيد، باقي الطيور بقى بيطيروا وراه وبيبعدوا عن البحيره. وساعتها الدوك بيقول له ريوما ازاي قدرت تستحمل الصوت الرهيب ده؟ فبيقول له انت ناسي اني بقدر اتحمل الالام مهما كانت شدتها ولا ايه؟ بس في الوقت ده بقى ايلايا بتكون حزينه جدا لانها مش هتقدر تصطاد وحوش الليمور. وهنا راين بيقول لهم النوع اللي واجهناه النهارده هو طائر الكابوس، والنوع ده نادر جدا وما بيظهرش غير كل 10 سنين، كمان بيستخدم السحر الاسود اللي بيديله قدرات سحريه رهيبه منها الصوت اللي سمعتوه دلوقتي. فريوما بيقول لهم ايه رايكم لو ندور على عشاش الطيور ديت؟ فالحرس بيعرفوا ان الموضوع ده صعب جدا لان الطيور ديت بيبنوا عشاشهم في اماكن بعيده جدا في اعماق الغابه. بعدها بقى بيفضل ريوما واقف قصاد البحيره مع ايلايا والدوك وعيلته وبيكون عندهم امل ان الطيور ديت ترجع من تاني. وساعتها ايلايا بقى بتقول له انا مش مصدق اننا هنفترق وكل واحد مننا هيروح في طريقه. ريوما بقى لما بيسمعها ما بيعرفش يرد يقول لها حاجه بس بيشغل دماغه وبيفتكر روايه كان قراها هو في عالم الارض وكان البطل فيها في نفس الموقف بتاعه. وساعتها قال البطله اكيد هنتقابل تاني، فبيقول لايلايا ما تقلقيش اكيد هنتقابل تاني. وساعتها هيوز بقى بيستظرف شويه والدوك يعني بتطق شرار حقه برضه يا جدعان ما هي بنته. المهم ان الموقف المنيل ده بيخلص لما بيلاقوا طيور الليمور راجعه تاني، وقتها بقى ايلايا بتقرر انها تروضهم وبتطلع الكمال وبتعزف عزفها بيكون حلو جدا وبيعجب طيور الليمور وبيخرجوا من البحيره وبيقربوا منها. ساعتها بقى الكل بيكون مبهور بادائها لانها قدرت تسيطر على 9 طيور ليمور مره واحده وفعلا بتتحكم فيهم بتعوز السيطره والطيور بيوافقوا على العقد معاها وبكده بيكونوا تحت سيطره ايلايا. وهنا بقى ريوما بيستخدم سحر الفضاء وبيطلع جيتار كده وبيعزف لحن اغنيه جميله جدا. هنا بقى بيتفاجئ ان طائر الكابوس بذات نفسه بيقرب منه ومعاه كمان مجموعه من طيور الليمور. وساعتها ايلايا بتفكره بالعقد وبعد ما بيقدر يسيطر على الليمور المغامرين والدوك وعيلته بيهنوه هو وايلايا واليس بتعرفهم ان السيطره على الليمور صعبه جدا ولكن هم قدروا يروضوا عدد كبير منهم والدنيا هتبقى سهله. بس ايلايا بقى بتكتشف ان واحد من الطيور اللي روضتهم شكله مختلف كده عن باقي الطيور وده لانه من فصيله نادره متطوره واسمه طائر الليمور الطيفي. وده بقى صديقي بيستخدم تعويذ السحر الابيض اقوى انواع السحر. ولما بيرجعوا للبيت بيعملوا حفله كبيره علشان يحتفلوا بان ايلايا قدرت تروض اول وحش ليها وفي نفس الوقت بتكون حفله وداع لريوما لانهم هيسافروا تاني يوم علشان يرجعوا لمدينتهم. ايلايا بقى بتكون حزينه جدا انها تبعد عن ريوما وبتقول انا عمري ما كان عندي اصحاب لان كل الاطفال اللي في سني بيخافوا يقربوا مني بسبب مكانه عيلتي او بسبب قدرتي السحريه. بتقول له ان زمان وهي عندها 5 سنين كانت بتلعب مع ولد اكبر منها ولانها في الوقت ده ما كانتش تقدر تتحكم في قدراتها السحريه جمدته من غير ما تقصد. وطبعا اهلها حرروه بسرعه واعتذروا لاهله في قبل اعتذارهم لكن الواد البتيت ده قال لكل الولاد والبنات الصغيرين انها كانت قصدها تجمده فكلهم خافوا منها ومحدش من يوم حاول يقرب منها او يصاحبها. وبعد ما بتخلص حكايتها بتحس ان ريوما قلق منها كده فبتقول له انت خفت مني انت كمان ولا ايه؟ فبيقول لها انا عمري ما خاف منك. فبتقول له ولا انا كمان وعلشان كده عاوزاك تقبل مني دي وبتدي له صندوق كده شكله جامد ولما بيفتحوا بيلاقي جواه قلاده من حجر الياقوت الاحمر وبتقول له امي ادتني القلاده ديت هديه في عيد ميلادي العاشر. فريوما بيقول لها بس القلاده ديت غاليه جدا ونادره وعلشان كده مش هقدر اقبلها. بتقول له انا عاوزاك تحافظ عليها لحد لما نتقابل تاني لان الاصدقاء لما بيفرقوا بعض بيدوا هدايا علشان تفكرهم ببعض وانا عاوزاك تفتكرني بالقلاده دي. فبيقول لنفسه ايه المطب ده انا لازم اجيب لها حاجه وبيقعد يفكر هيدي لها ايه ما بيلاقيش قصاده بقى غير السلايم وبيدي لها سلايم النظافه وسلايم تاني من اللي بياكل زباله وبيقول لها بتفتكريني بيهم. فبتقول له حاضر كل لما اشوف سلايم الزباله هفتكرك يا عم رومانسي. والتاني يوم الصبح بقى كلهم بيودعوا ريوما وبيسلم عليهم كلهم بيوعد اليس بقى والدوك ان هو يبعت لهم دايما جوابات علشان يطمنهم على احواله. بعدها ايلايا بقى بتقول له اوعى تنسى وعدك ليا باننا نتقابل بعد 3 سنين ونتقابل كمان مره بعد 6 سنين لما اخلص دراستي ولو نسيت اي حاجه فهعاقبك عقاب مش هتقدر تتحمله. وعلى فكره امي زمان عاقبت ابويا لانه لسه وعد ما بينهم فخلي بالك بقى علشان انا زي امي في كل حاجه. فبقول لها لا ما تخافيش مش هنسى ولانه بقى بيكون لسه بيناديها بلقب انسه بتقول له احنا خلاص بقينا اصحاب يعني لازم تناديني باسمي من غير القاب وانا كمان هقول لك يا ريوما من غير تكاليف. فبيقول لها خلاص يبقى اتفقنا. وهنا بقى ايلايا بتجري وتسيبه وتروح تركب العربيه وبيتحركوا علشان يبداوا رحله رجوعهم لمدينتهم. ولما بيبعدوا عن المدينه ايلايا بتكون حزينه جدا وساعتها بتلاقي سلايم ماسكين الفلوت اللي بتعزف عليه علشان تعزف لهم شويه
بتاخد الفلوس من النوم وتعزف لحن حزين جدا وما بتقدرش تحبس دموعها. وفي الوقت ده ريوما بيقرر ان هو يروح يطمن على الشغل في مقصته الاول، وبعد كده يروح للمناجم المهجوره علشان يعني يبني له بيت هناك، لانه قرر يسيب الفندق اللي كان ساكن فيه. وبيقول لنفسه لازم ما اضيعش ولا لحظه من غير ما اتعلم حاجه جديده زي ما وعدت ايلايا والدك وعيلته. وبس لحد هنا بينتهي الانمي بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تقول لنا في التعليقات، وما تنساش كمان اللايك والاشتراك يا عم. ويلا سلام سلام سلام.